ايه في هذه اللحظات الحقيقه لابد ان انا اذكر الشيء بالشيء. اختلفنا كتير مع الكابتن حسن حمدي وقدنا حروب طاحنه في اوقات معينه، لم يخرج منه لفظ واحد، وكان رجلا عظيما في حواراته ومناقشاته، وحتى في امور البث الفضائي عندما كان يتمسك ويتعنت في بعض الامور كان همه الاول والاخير قطعا هو مصلحه ناديه وهذا حقه، ولكن لم يخرج اطلاقا عن المألوف، ولم يخرج اطلاقا عن الكلمات الشيك التي تتناسب مع كيان النادي الاهلي. انا اسف طولت جدا على حضراتكم، بعتذر للاخوه في نادي الزمالك اذا كان خرج مني في هذا او في هذه المقدمه اي لفظ او اسقاط ما على انسان ما او وضع ما او فهم ما او ادراك ما، لكني اتحدث للملايين اللي فاهمه كلامي كويس جدا جدا جدا، واتحدث ايضا الى الساده الاصدقاء من مجلس اداره نادي الزمالك ربما يستفيدوا ولو قليلا